وقدره. أنعي إلى الشعب المغربي الأبي وإلى الأمة المغربية العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع وفاة قائد عظيم ورجل من رجالات العالم الأعلام وملك من ملوك المغرب العظام صاحب الجلالة والمهابة المغفور له الحسن الثاني مشاركتهم في تشييع جنازة الملك الراحل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. وهكذا أعلن في العاصمة البرتغالية دكار أن الرئيس عبدو ديوف سيغادر اليوم بلاده قادما إلى العاصمة الرباط للمشاركة في تشييع الجنازة. وبوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني يفقد المغرب باني وموحد الأمة المغربية وقائدا عظيما بصم تاريخ المغرب على امتداد 4 عقود بكفاحه من أجل مغرب ينعم بالوحدة والاستقرار والتقدم.